النهاردة هنعمل بيكاتا المشروم بس بطريقة بروفيشنال. الصوص البني الغامق التقيل اللي بيلمع زي بتاع المحلات بالظبط، من غير كريمة طهي ولا لبن. هنعمل أحلى بيكاتا بصوص الديمي جلاس، الصوص اللي بيدي طعم فخم ومركز مختلف عن أي طريقة تانية. هقول لكم إزاي تظبطوا القوام واللون عشان تطلع معاكم زي الجاهزة وأحسن. يلا بينا نشوف الطريقة. لو بتحبي الوصفات اللي بنفس بيتي بس شكلها احترافي، اشتركي في مطبخ وديدة وفعلي الجرس. ويلا بينا نكمل. معانا أول حاجة 3 شرايح لحمة متقطعين زي البفتيك، بس هم كانوا تخان شوية فأنا دقيتهم في البيت علشان الأنسجة تتفكك ويبقى مش جامدين قوي لما يتقطعوا أو بالشكل ده. هنحط عليهم بقى دلوقتي، هنملحهم بملح وفلفل أسود على كل ناحية. كل ناحية كده بنحط عليها رشة فلفل أسود ورشة ملح. وأنا عندي الفلفل الأسود فيه كذا حاجة كده، مش فلفل أسود بس، فبيدّي له طعم حلو جدًا. يعني أنا الفلفل الأسود بتاعي فيه كذا حاجة تانية، ونطبطب عليهم كده عشان الفلفل الأسود والملح يلزقوا فيهم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، كده تمام. هنعفّرهم بقى دلوقتي بشوية دقيق قليلين، تعفيرة بس كده خفيفة، زي رشة الفلفل الأسود والملح بالضبط، حاجة بسيطة كده برضه على كل جنب. وعلى الناحية التانية برضه نفس الكلام، بنحط لها تعفيرة دقيق بالشكل ده. وبعد كده هنشوف هنعمل إيه، بنطبطب كده برضه عشان الدقيق يلزق فيه، وكده يبقى خلّصنا كمان تعفيرة الدقيق. إحنا معانا بصلة متوسطة هنبدأ نقطّعها كده جوليان بالشكل ده، نحاول نخلّيه رفيّع، القطع يعني رفيّعة، أهو كده تمام أوي. هنبدأ بقى على الطاسة معانا معلقتين زيت ومعلقة سمنة، نسيّحهم كده على النار، وننزل بشرايح اللحمة اللي إحنا تبّلناها بالملح والفلفل الأسود وتعفيرة الدقيق، ننزّلها كده على طول، تاخد تشويحة على كل جنب ما فيش يعني ثواني كده على الجنب ده وعلى الجنب التاني، ما بتاخدش وقت كتير، على نار عالية عادي مش على نار واطية عشان ما تنزّلش أي سوايل منها. أهو كام ثانية كده على كل ناحية، وبعد كده خلاص بنطلّعهم. أخدت لون خفيف أوي، يعني يا دوبك لون اللحمة اتغيّر بس، عشان تبقى كل العصارة لسه جوّه اللحمة. في نفس القلاية اللي إحنا عملنا فيها شوّحنا فيها اللحمة، بننزل بعد كده بالبصلة اللي إحنا قطّعناها، تاخد برضه كده تشويحة في الزيت والسمنة، وطبعًا أي صوص نازل من اللحمة لحد ما لونه كده يبقى لونه أصفر، أهو بالشكل ده. إحنا دلوقتي معانا هي المفروض بتتعمل، هننزّل اللحمة وندّيها برضه مع البصل تشويحة، إحنا عايزين ندّي كل حاجة مع بعض تشويحة وياخدوا من طعم بعض. هي المفروض بتتعمل بالمشروم الفريش، بس أنا ما لقيتش فجِبت المشروم العلب ده. هافتحها والمَيّة اللي فيها طبعًا اللي فيها مواد حافظة دي بتترمي وباشطفها كويس، وبعد كده بانزّلها على اللي في الطاسة ده. وطبعًا ما دام المشروم بيبقى عادم أوي والبصل، فإحنا لازم نملّحه برضه، حطيت عليه رشة فلفل أسود وملح وقلّبت كُلّه بقى مع بعضه. التقليب مهم جدًا، وإنك تحطّي توابل في أي حاجة بتنزل مهمة جدًا، لإن أي حاجة بتنزل ما فيهاش طعم، فلازم تتملّح. إحنا معانا كوباية مَيّة حطيت فيها معلقتين بالصوص الdemi glace اللي قُلت لكم عليه، ونقلّبه كويس وننزّله. هو بيبقى لونه بُني كده، وهو متوفّر جدًا في أي عطار في مصر، ممكن تروحوا تشتروا الdemi glace ده متوفّر في أي مكان موجود يعني. ونقلّبه كده مع بعضه. بُصّوا الصوص بقى لونه بُني إزاي وحلو، وشوية كمان هيتقل، يعني الصوص الdemi glace ده لون وفي نفس الوقت بيتقِّل شوية، زي ما أنتم شايفين أهو بُصّوا. اللون بقى شوية سميك ولسه هيتقل أكتر، إحنا حاطينه دلوقتي على نار هادية جدًا، هيتقل أكتر ولونه البني تحفة أوي، شايفين هو كده. أنا حبيت إن هو القوام يبقى كده مش أتقل، لإن برضه لمّا بيتشال من على النار بيتقل شوية، فهو كده تمام جدًا. هنبدأ بقى إن إحنا نغرفه في طبق، وأنا قدّمته مع رز أبيض، عملت قالب رز أبيض وبطاطس محمرة بالشكل ده، بقى شكله بالضبط زي ما بتاكلوه في أي أوتيل، بنفس الشكل كده بيتقدّم مع بطاطس محمّرة ورُز أبيض، وبيبقى البيكاتا بالشكل ده مع المشروم كده فوقها. بُصّوا بقى السر كلّه في صوص الديميجلاس اللي ضفناه، هو ده اللي بيدّي اللون البني الغامق واللمعة من غير ما يحتاج لا كريمة طهي تغيّر لونه، ومع تشويحة اللحمة والمشروم والصوص بياخد الطعم في حتّة تانية خالص، وبيخلّي الأكلة فخمة جدًا في أي عزومة. شايفين جماله؟ هنبدأ بقى إن إحنا ندوق. البطاطس طبعًا مقرمشة وطعمها تحفة، اللحمة مستوية يعني يا دوبك بتتقطّع بسهولة جدًا، شايفين؟
طرية ومستوية صح أوي، ولونها تحفة وطعمها يجنن، أهو شايفين لون اللحمة والصوص لا تقيل ولا خفيف، واللون تحفة، والمشروم والبصل طبعًا شاربين من صوص الديمجلاس ومن اللحمة، فمدّينه طعم حلو أوي، طبعًا الرز تحفة، حلو جدًا، أنا عاملة الرز ده مستكة، أنا هابقى أنزّل لكم الطريقة، حلو أوي، أوي، مختلف شوية عن الرز الأبيض العادي، هو نفس الشكل، بس الطعم والريحة بتبقى مختلفة شوية عن الرز بتاعنا العادي اللي بناكله مع أي خضار. باقطّع لكم اللحمة تاني علشان تشوفوه، إن اللحمة مستوية صح جدًا، ولونها آخدة لون تحفة، شايفين اللمعة اللي في الصوص؟ ما فيش أفخم من كده، واللحمة دايبة ومستوية صح جدًا. قدّميها زي الفنادق بالضبط مع شوية رز أبيض وبطاطس محمّرة، غدوة كاملة وشكلها بيفتح النِّفس. جرّبوها بطريقتي وبألف هنا.